السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد على القناة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار الميعاد، عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ ما علمت. اليوم إن شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الفيديو اللي أكثر من رائع، ماشي وصفة وماشي المقادير ديال الشباكية. غنبارطاجي معكم واحد المعلومات اللي تقدروا ما تلقاوهمش، يعني كاينين في اليوتيوب. لأول مرة كيتبارطاجاو هاد المعلومات اللي اكتشفناهم من خلال التجربة ومن خلال الخدمة اليومية. الانسان ملي كيبقى خدام هكا يوميا في واحد الحاجه راه كيزيد يكتشف فيها واحد الاسرار وواحد الحويجات اللي كيكونوا يعني مخفيين، ما تيبانوش، كيبانوا لينا غير بالممارسه. ملي كتبقاي تمارسي في ديك الحاجه كتكتشفي فيها شي حويجات اللي كيكونوا ما يعني غير ملفتين للانتباه، ما كيكونوش مكتوبين يعني ولا معروفين بحال المقادير او طريقه التحضير. تبارك الله ما شاء الله. دابا هاد العصر اللي حنا فيه يعني مع مواقع التواصل الاجتماعي، فالطريقة ديال الشباكية ولا المقادير فاحنا صبحنا كنشوفوهم بكثرة، يعني بكثرة كنشوفوا طريقة والمقادير والناس كتبتكر وكتجتهد. وتبارك الله ما شاء الله، يعني الشباكية الملكية راها باينة، والشباكية العادية اللي كتخدم بمكونات جد بسيطة وجد عادية راها باينة. ماشي بحال زمان. يعني الناس ديال زمان، الناس ديال الثمانينات وديال ال85، يعني الجيل ديال الثمانينات راهم عارفين هادشي. كنا لا بغينا شي وصفة كتبقاي تقلبي عليها وتبحثي، كانوا غير الكتب، وكانوا الناس هكا مع بعضياتهم كيعطيو الوصفه يعني من وحده لوحده. كاينه اللي كتقدر تعطيك الوصفه بمصداقيه، وكاينه اللي كتقدر تعطيك شي حاجه وشي حاجه كتخبيها للنفس ديالها، كتحتفظ بها لراسها. اليوم ان شاء الله غدا هاد الفيديو غادي يشمل لينا واحد المعلومات على العجنه ديال الشباكيه. العجنه ديال الشباكيه اخواتي، واش فيها الرباح ولا ما فيهاش الرباح؟ يعني هاد المعلومات للمبتدئات، اما الناس المحترفين راهم عارفين شغلهم. وكما قلت لكم اخواتي، يعني اليوم غنعرفوا العجنه، شنا هي العجنه، وشحال تيكون فيها ديال الطحين، وشحال كيتكونوا فيها ديال المقادير، واش يمكن لينا ندوبلو المقادير في العجنه ولا يمكن لينا نحتفظوا بهم كما هما. يعني غتكون عندنا معلومات. العجنه شحال كتعطينا من كيلو بالضبط، واش يمكن ليها انها تخرج لينا الكيلو، يعني العدد ديال الكوالا كتير، ولا يمكن ليها انها دائما تبقى تخرج لينا واحد العدد اللي هو محدود. نكتشفوا معنا واحد السر اللي تيخلي لينا الشباكيه ديالنا معلكه معلكه، فيها واحد التعليكه ملي كتقسميها كتبان لك معلكه من الداخل، يعني بحال الشباكيه ديال الناس زمان، ماشي هاد الشباكيه اللي كنشوفوا دابا اللي كتبان مجعبه ورقيقه. اليوم ان شاء الله غيكونوا بزاف ديال المعلومات داخل هاد الفيديو. يعني الفيديو غيبقى خدام والهضره يعني غتكون مختلفه على على يعني هنا الفيديو خدامين فيه الطريقه والمقادير، ولكن الهضره غتكون كتشمل هاد المعلومات اللي قلت لكم. اخواتي، العجنه هي كيلو ديال الطحين، ولكن الا بغينا العجنه تجينا وافيه وندير واحد الاحتياطات للكسور، حنا كنديرو كيلو و100 غرام. كنهضر لكم على العجنه اللي تنخدم بها انا، يعني كنخدم بها في لي كوموند ديالي من شحال هادي. العجنه اللي كنخدم بها هي كيلو 100 غرام ديال الطحين دقيق ابيض خاص بالحلويات، اللي كندخل معاها المكونات كيبقاو نفسهم ما كيتغيروش. غنخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف، وغنخلي لكم الفيديو اللي كيشمل المقادير والطريقه مفصل، اللي حصل على واحد العدد مشاهدات اللي هو كتير تبارك الله ما شاء الله، وحقق لي واحد النجاح في القناه. غنخلي لكم الرابط ديالو حتى هو في صندوق الوصف. كما قلت لكم العجنه كيكون فيها كيلو و100 غرام ديال الطحين. هاد الكيلو 100 غرام ديال الطحين راه كيعطينا من بعد ما تنشبكوها وتنقليوها وتنطفيوها في العسل، كيعطينا 2 كيلو و800 غرام. هاد 2 كيلو و800 غرام الا كان العسل خفيف، الا كان العسل خفيف كما كنقول لكم اخواتي، وكنأكد على هاد النقطه. الا كان العسل خفيف كتعطينا 2 كيلو و800، 2 كيلو و600 غرام شباكيه طيبه جاهزه للاكل. بالنسبه للسر اللي تيخليها لينا معلكه
يعني معلكة وشاربة العسل وثقيلة وكتعطينا ثقل في الميزان. هو العسل ديال القالب اخواتي. ما نخدموش الشباكية بالعسل ديال السنيدة نهائيا، يعني كنأكد لكم على هاد المسألة. العسل ديال السنيدة نخدمو به البريوات، نخدمو به السيجار، يعني نسقيو به البحلاوة ديالنا، نخدمو به المقروط، راه تيكون خفيف. العسل ديال السنيدة ما عمرو كيجي ثقيل ومعلك، ولو انك تزيدي فيه الجليكوز، كيبقى خفيف وما كيكونش ثقيل ومعلك. العسل ديال القالب هو اللي تنخدم به دائما، ومن خلال التجربة ديالي البسيطة فرا اكتشفت ان العسل ديال السكر حبيبات ما تيجيش ثقيل وما تيجيش معلك واخا ما عرفت شنو ديري ليه. العسل ديال القالب كندير فيه غير الحامض وغير القرفة وغير قبيصة ديال الملحة، وكنخليه يطيب على خاطرو حتى كيتكرمل ليا ديك القطع ديال الحامض، كتعطيني واحد اللون اللي هو لون بني، ماشي لون بني غامق. تما كنعرف العسل ديالي صافي نضج ووصل للمرحله اللي هو صافي طاب وخدا حقه في الطياب. ومن بعد ما تيبرد على ليله كامله، حيت العسل ديالنا كنحضروه بليله قبل، يعني ليله قبل دائما كنحضروا العسل ديالنا بليله قبل ما نبداو في الشباكيه ديالنا. تما فين كنعرفوا العسل ديالنا واش ناجح ولا ما ناجحش، كنعطيو لراسنا الوقت باش كنختبروا العسل. مني كنشوفوه راه هو ناجح ومعلك وثقيل، ولكن الا كان ثقيل لواحد الدرجه انك كتقيسيه وكتلقايه جامد، ما تحاوليش انك تدفيه وتطفي فيه الشباكيه ديالك، فراه هو مني غادا تبرد ديك الشباكيه من حتى وهي كتبرد وهي كتقساه، لان داك العسل اللي حنا طفيناها فيه اصلا هو كان قاصح. يعني العسل خاصو يكون غير معلك وثقيل، ما يكونش فايت في الطياب حتى تحجر لينا العسل ولا جامد. نتمنى انني نكون قدرت نوصل لكم المعلومه كما هي. العسل ديالنا يكون ثقيل ومعلك، فراه كيعطينا الوزن في الشباكيه، كيعطينا الثقل في الميزان، كيعطينا التعليكه. ومن بعد ما كنصايبوا ديك العجنه اللي فيها كيلو و100 غرام، فراه كتعطينا 3 كيلو و200 غرام. كيف ما غتشوفوا معايا غنخلي لكم الصوره ديال العجنه في اخر الفيديو. الميزان شحال عطاتنا؟ 3 كيلو و200 غرام ديال الشباكيه طيبه جاهزه للاكل. هنا كندخلوا في المساله ديال الرباح، يعني هاد العجنه اللي كيتحكم لينا في الربح، واش غنربحوا فيها بزاف ولا ما غنربحوش، هي كيف ما قلت لكم التعليكه ديالها والثقل ديالها في الميزان. الا عطاتنا غير 2 كيلو و600 غرام، من بعد ما انت غتبيعي كل كيلو بوحدو غتبقى لك 600 غرام حتى هي غتبيعيها، يعني ما غيكونش شي شويه الربح ناقص. اما الا عطاتك 3 كيلو و200 غرام تبارك الله ما شاء الله، يعني غادا تبيعي 3 كيلو تبقى لك 200 غرام. 3 كيلو كيف ما كتعرفوا حنا كندوزو الكيلو هنا في المدينه اللي حنا فيها، كندوز انا الكيلو ب100 درهم، يعني راه فيها الربح تبارك الله ما شاء الله، راه الربح فيها الخير كتير. المقادير والمكونات اللي كنخدموا بهم راهم غاليين يعني في الثمن، لان كنخدموا بالمسكه الحره دايره 3000 درهم للكيلو، كنخدموا بالزعفران الحر يعني الدوريجين الحر حتى هو الثمن ديالو مرتفع، كيتباع الغرام بحال الذهب. كنخدموا بماء الزهر النوعيه الجيده، ماء الزهر الطبيعي، كنخدموها بالزبده سبيسيال من اصل حيواني، واصله 100 درهم للكيلو. ولو اننا كنخدموها بهاد المكونات اللي غاليين وباهظين الثمن، فرا فيها الرباح تبارك الله ما شاء الله، ماشي ما فيهاش رباح. يعني الانسان ما ينكرش الخير وما ينكرش يعني النعمه ديال الله سبحانه وتعالى. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. هادو هما المعلومات اللي ارتأيت انني نتقاسمهم مع اخواتي ونبارطاجيهم معكم في هذا الفيديو. نتمنى الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع. الله يجازيكم بخير، بارطاجوا لي لايك والتعليقات ديالكم الزوينين المشجعه اللي كتحفزني وكتشجعني وكتعطيني واحد الطاقه واحد الدفعه ديال انني نزيد نستمر نحط معكم هكا فيديوهات للاستفاده ويكونوا صدقه جاريه ان شاء الله.